دكتور عزام عن البرنامج تصوير. لو كان لديك نصاب سنوي إلى أين تتجه؟ نقدر نعمل عليه ونطوره يكون أحلى. يفهمكم لمعنى وثقافة الحدود. دائما كانت خطوات ما صار مرة مليون بالهدوء والكل هدأت يعني النتائج احنا بانتظارها مثل ما تعرفين ويعرف جمهور. وحتى للجنة التحكيم كانت هي مستوى بصراحة ما كنا نتوقع أن هناك جمهور بهذا. جائزة من فارماسي لمستحضرات التجميل. وكل الموجودات في هذه المسابقة مشكورين على تصوير احترافية وأيضا اشتراك شرعي فيها. هذا كل يستفاد اليوم يعني سوف تكون ليلة جميلة ونتأكد إن شاء الله نحقق اللي نطمح إليه كمنظمين لهذه المسابقة، أنه إيصال صوت العراق، أن العراق ما زال يعيش، العراق ما زال ينبض، يوجد من يقاتل على الجبهة دفاعا عن العراقيين لدحر الإرهاب، ونحن اليوم نثبت لهم أنه الحياة مستمرة، نثبت للعالم أنه بغداد لن تموت، العراق لن يموت، العراق مستمر في الحياة. ملكة جمال العالم احنا ما نطمح إليه، احنا اليوم لدينا متسابقات سوف يعني استعرضنا امام الجمهور بالخلفيه الثقافيه وطريقه التفكير ما هي المشاريع اللي ستعمل عليها كملكه جمال. هذه نقطه مهمه جدا. احنا اليوم ملكات الجمال كل واحد عنده مشروع انساني، مشروع اجتماعي، هذا المشروع حتطبقه في حال انه كانت فائزه في ملكه جمال لتخدم مجتمعها. بنتي رقم 1 هدى محمد امين صابر. أنا بصراحة شجعتها على المشاركة بالمسابقة كنوع من السلاح تدخل به معركة شديدة جدا بهذا الواقع اللي يعيشه العراقيات اليوم على كل جبهات القتال، صامدات، مناضلات، مجاهدات. شاركنا ودعموا الحج الشعبي والجيش العراقي، وهذه تعتبر جانب من جوانب المعارك اللي يخوضوها. طبعا هي فكرة حلوة، وأني أول مرة إني أتقدم على هيك شيء وتحدي أعتبره، ويعني إنه شاركت إنه شيء جديد، وحبيت إني يعني أنا أحب هيك مسابقات، ودائما يعني من صغري إني أحب إني أشارك بمسابقات ملكة جمال، فانتحت لي الفرصة وقدمت بهذا الشيء. سعيدة جدا لأن أشوف العراق دا يتقدم بكل شيء الحمد لله، ومن هذا تصير يعني تطورات جديدة بالعراق. كان انتخابنا لملكة جمال العراق اليوم الحفل كان كبير جدا، وشيء فرحنا كنا برسم البسمة على أشباه العراقيين. يعني العراق رغم كل هذه الصعوبات دا يتعدى ويتطور نحو الأفضل، وإن شاء الله نحو الأفضل، وإن شاء الله يرجع الأمن والأمان للعراق إن شاء الله.